السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من العدوى بتقول عملت علاقة كاملة مع خطيبي وندمانة وزعلانة وعايزة أفركش. هو شايف إن واطية وأنانية عشان عمل معايا كده عشان بيحبني ومش شايف أي حاجة غلط، وإني كده كده هبقى مراته وأنا ما بقتش طايقاه وعايزة أفركش، وخصوصا إني خايفة أكون حامل لأني في فترة التبويض. والمشكلة الأكبر إني بقول له أنت مش هتغتسل. قال لي ليه؟ هو أنا داخل مسجد؟ أنا بجد مش مصدقة ولا مستوعبة إزاي ده حصل أصلا، ولا قادر أسامح نفسي. مديني مهلة 10 أيام أهدى فيهم واصرف نظر عن الفركشه، مش عارف اعمل ايه ومش عارف احكي لمين بجد. فعليا دي من اغرب المشاكل اللي جات لنا. الطبيعي ان لو بيحصل علاقه او تجاوز بين الاثنين مخطوبين في علاقه كامله وحاجه زي كده، اللي بقى عايز يفركش اللي عايز يسيبه عايز ينهي العلاقه، ويبقى الراجل من مبدا انه مثلا يقول لك ايه، انا دي سلامتي النفسيه قبل الجواز فخلاص فشكيت في سلوكها ككل. تمام. انت سبحان الله الايه معاكي مقلوبه، يعني انت اللي عايزه تفشلكي وهو اللي عايز يكمل العلاقه، فدي يعني حاجه غريبه دي من مبدئيه. في نقطه تاني انا استشفتها من كلامك، معلش يعني تسمحي لي، انا حاسس ان عندك كميه لا مبالاه رهيبه. انت مش متخيله او مش مستوعبه كميه المصيبه اللي انت عملتيها. انت عملت مصيبه، عملت حاجه كبيره جدا انت مش متخيلاها. تمام. انت قلت لي ندمانه وكده، لا بس ده ما حسيتوش في الكلام بتاعك. لا انت الموضوع معاك بالنسبه عادي ومستهتره جدا، بتقولي درجه ان هو ما اغتسلش والحوار. طب هو معلش، هي القصه معاك انت نفرت منه وكرهتيه او عايزه تفشلكي عشان موضوع انه ما اغتسلش، ولا القصه فين؟ ما انا برضو انت مش موضحه الكلام من دوت. فانا هتكلم على اللي انا شايفه. اللي انا شايفه ان انت عندك كميه لا مبالاه لا رهيبه. يا بنت الناس انت في كارثه. انت اللي انت فيه دوت عامه. موضوع الذنب دوت ده ذنب كبير، وده حاجه كبيره جدا، ده زنا. تمام. فالموضوع دوت انت لازم تتوبي توبه نصوحه. انتوا هو عليكم نفس الوزر، الموضوع كبير ده بالنسبه للجزء دي. تاني جزئيه تاني، لو افترضنا ان انت عايزه تفشلك هو فشلك تمام الخطوبه، هو مش عليه حاجه، انت اللي هتشيل الليله كلها، انت اللي هتشيل الطين زي ما بيقولوا. ما هو دلوقتي هو الراجل سابك دلوقتي. ايه اللي هتعمليه دلوقتي؟ انت حاليا دلوقتي انت مش بنت بنوت، فبالتالي اللي هتعملي عمليه من اللي انت عارفاهم والناس عارفاهم، لا تضحكي على حد تاني راجل، يعني تضحكي على راجل تاني. فانت مستحيل هتقولي واحد انا حصل حاجه زي كده مع خطيبي هيتقبلك او هتتجوزي. فانت قصدي في باله، انت مش متخيله كميه المصيبه اللي انت فيها. فشايف ان انت احمدي ربنا ان انت خطيبك دوت متمسك بيك ومش عايز يسيبك وعايز يصلح الغلط اللي حصل. تمام. فانت دي يعني احمدي ربنا ان الموضوع جاي معاك على كده وربنا استر معاك. انت غلطت وغلط الكبير، فاستغفر ربنا وباذن الله ربنا يسامحك. تمام. وما ينفعش خطيبك دوت تسيبيه او تنفصلي عنه. تمام. حتى لو انت مثلا مش عايزه تكملي معايا يا ستي، اتجوزوا فتره كده شهرين ثلاثه وكل واحد يروح حال سبيله، حتى انت كده ما فضحتيش نفسك. ان القصه كلها هو مش عليه فضيحه، انت اللي هتشيلي الفضيحه. وانت مش متخيله يعني اهلك هيبقى ايه وضعهم، فرأفة ورحمه باهلك. فانت كملي معاه اللي هم الشهرين ثلاثه دول، بعد كده اتفق انت وهو على الانفصال وانفصلي بس، وربنا يهدي لك حالك يعني ويسهل حالك. انا مش عارف اقول لك ايه اكتر من كده. مشكلة عضوة، أنا مطلقة من حوالي 14 سنة. سبب الطلاق اتجوز عليا وكان معايا بنت كان عندها حوالي 10 سنين. خدت بنتي عاشت معايا وأنا ما فكرتش إن أتجوز ولا أدخل عليها جوز وبنت ربنا كرمها واتجوزت السنة اللي فاتت وأنا عمري 45 سنة دلوقتي. المشكلة هنا إن بنتي كانت مالية عليا حياتي ومن بعد ما اتجوزت وأنا حاسة بوحدة. وإخواتي كلهم متجوزين، كل واحد في بيته، وأمه وأبويا متوفيين. إخواتي كلهم بيقولوا لي اتجوزي بدل ما أنت عايشة لوحدك، وأنا رافضة طبعا وبقول بعد السن ده كله اتجوز لاني عندي 45 سنه. انا كبيره، انا صح ولا غلط؟ بص يا ستي، مبدئيا العمر عمره ما كان حاجز للحياه. العمر دوت مجرد رقم. تمام. حضرتك 45 سنه، 45 سنه مش كبيره ولا اي حاجه. وعيشي حياتك وما تحرميش اللي ربنا احله ليكي. الجواز دوت حاجه كويسه ليكي. الجواز دوت عفه ليكي. تمام. عفي نفسك. ايه المشكله؟ ما فيهوش اي غلط. دي بالنسبه للنقطه دي. بالنسبه لاهلك واصحابك واصدقائك واللي بيقول لك اتجوزي فهم عندهم حق. يعني انا عايزك تبص عليهم، يعني تبص على اهلك، تبص على اخواتك. هتلاقي كل واحد، تبص على بنتك هتلاقي كل واحد في حياته. تمام. انت بكره بعده هتلاقي العمر بيجري بيك، هتلاقي نفسك تعيش وحيده. طبعا انت اكيد جربت احساس الوحده. تمام. يعني انت عايشه بقالك فتره مطلقه وكمان بعد بنتك ما اتجوزت وكده، فالموضوع هيزيد معاك. اكيد انت مش عاجبك احساس الوحده، فبالتالي ليه عايزه تكمل عمرك في احساس الوحده؟ يا جماعه الدنيا والحياه بتتعايش بالناس اللي حوالينا، الدنيا بتتعايش بالناس اللي احنا بقى في وسطيهم. صدقيني والله لو تقدم لك اي حد ترضي دينه وشاف انه انسان كويس وانسان يستاهلك وانسان هيصونك، ليه لا؟ عيش واستمتع وعيش في الدنيا اكنك مخلده فيها.
تمام. بس فالقصه بسيطه وباذن الله يعني الموضوع مش صعب ولا اي حاجه، وزي ما قلت لك اتجوزي وعيشي حياتك طول ما في طاعه ربنا، وباذن الله خير وربنا يكرمك ويوفقك. وفي النهايه اتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم وتكونوا فكره في حل المشكله، ولو في اي حد بتواجه اي مشكله فما ترددش وتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. تواصل معانا واحنا ان شاء الله نحاول نساعده في اقرب وقت. وكذلك ما تنساش اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها صانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه، وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين ولبنان بالدعاء، ومحاوله نشر الروايه السرديه الفلسطينيه في كل مكان. وطبعا المقاطعه يا جماعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من القطع الاستغناء. باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود ولقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.